السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سيلي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل كريسبي ستريبس أو تشيكن كريسبي ستريبس زي كنتاكي وأحسن، بس معمول في البيت. المهم إن احنا هنعمله بدون مياه ساقعة وبدون تلج وبدون تعقيدات وسريع جدا، وهيطلع معاكي بجد مقرمش وكريسبي جدا. تعالوا نشوف الوصفة والطريقة وكمان المكونات. وقبل ما أبدأ وصفتي النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احتجت لوصفتي النهاردة نص كيلو من صدور الدجاج. تقدري بقى تكوني كده عندك في الفريزر من قطع الدجاج انتي مجمعاهم، او تقدري ان انتي تجيبي من عند بتاع الفراخ صدر فرخة كامل وما يقطعهوش، يعني ممكن يخليه بس ما يقطعهوش. وهنبدأ بقى ان احنا نقطعه لشرايح كده، والشرايح هنقطعها الأصابع نفس الشكل ونفس الطريقة بطريقة عشوائية جدا، مش لازم مسطرة، ولكن هتلاقي كده في النص بتاع الصدور بيطلع معاكي فعلا مسطرة. هنقطعها بكل سهولة وهي دي الأصابع المطلوبة. هخلص كل الكمية وارجع لكم تاني. وبكده خلاص قطعت الفراخ الأصابع زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. تعالوا بقى نعمل الخلطة، وده المهم جدا. كوباية من الدقيق، وهنضيف عليها مجموعة من التوابل: معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، نص معلقة ملح، نص معلقة كركم، معلقة بابريكا مدخنة، ربع معلقة جنزبيل، كمان معلقة من البهارات، نص معلقة من الفلفل الأسمر. كل المعالق دي صغيرة. هنضيفهم على الدقيق وهنقلبهم كده كل المكونات الجافة مع بعضها. وبعد كده هنزل بقى بالمية واحدة واحدة. أنا عندي كوبايتين كبار من المية، بدأت إن أنا أنزل واحدة واحدة لحد ما المكونات دي كلها تتربط معاها. يعني عايزة القوام كده زي قوام الكيك، مش تقيل قوي ومش خفيف. هنشوف بعد التقليب القوام المناسب. وبعد كده ضفت عليهم كوباية من الزبادي. الزبادي ده اختياري جدا، يعني مش لازم، ولكن أنا بحط الزبادي دايما علشان يخلي الفراخ تكون طرية واستخدمها بسرعة وما تقعدش كتير في الخلطة. أنا قلبت الخلطة كده مع صدور الفراخ أو أصابع الفراخ اللي أنا عملتها. هقلبها كويس جدا وهسيبها في الخلطة دي قد ساعة أو 2. مفيش مشكلة خالص لو عملتيها في نفس الوقت، ولكن عشان بس تاخد من الخلطة. وممكن كمان نبيتها ليلة كاملة في التلاجة، زي ما تحبي اعمليها، وتقدري تحفظيها كمان في الفريزر. غطيتها بستريت شراب وهسيبها بقى ترتاح وتاخد من الخلطة بتاعتي لمدة ساعة. تعالوا بقى نعمل المكونات اللي احنا هنحط فيها أصابع الدجاج. ونفس التوابل اللي أنا حطيتها في الخلطة الأولانية هحطها على كوباية ونص من الدقيق. طبعا كل التوابل اللي أنا حطيتها سواء للمكونات الجافة أو السائلة هسيبها لكم في صندوق الوصف. بس الزيادة عليها إن أنا بضيف عليها 3 معالق من خلطة الفيجيتار أو الفرينو أو أي نوع حابين إن انتوا تزودوا بيه الخلطة بتاعتكم. وطبعا ده اختياري، ولكن بس بيعلي التيست معايا شوية. وادي بقى الفراخ بعد ما اخدت من التوابل كويس جدا والخلطة اللي انا عملتها في الاول. هبدأ بقى ان انا احطها على الدقيق اللي انا عملته. بصوا ازاي مجرنشة. عايزة اقولكوا الكفر ده بيتعمل بسبب الخليط اللي احنا عملناه في الاول، اللي هو عامل زي الكيك. هو ده سبب الشكل الهلامي اللي بيطلع بعد القلي. المهم انا عملت كام صباع كده من الستريبس علشان تشوفوه، ولكن الخطوة دي لازم تكون الطاسة على النار فيها الزيت بتاعها علشان ناخد الأصابع بالشكل ده، وعلى طول على الزيت، زيت غزير ساخن. وهبدأ أحط فيه أصابع الستريبس اللي أنا عملتها. بصوا ازاي بيغلي جدا ودرجة حرارته عالية، وعلى طول بالظبط دقيقة واحدة وهنبدأ ان احنا نقلب الستريبس على الناحية التانية. يعني حابين بقى تخلوه محمر بزيادة ماشي، ولكن هي دي التسوية الصحيحة علشان يستوي من كل ناحية ويطلع كريسبي ومجرنش. بصوا الجرنشة عاملة ازاي كده. خلاص هو اداني اللون الذهبي المطلوب. يا سلام، اسمعولي الصوت. كريسبي جدا، سيمفونية عزف منفردة. خلاص انا حطيت الستريبس بتاعي في السيرفيس التقديم، وبعد كده نزلت عليه بشوية بقدونس، اي نوع خضرة عندك تقدري تحطيه علشان بس نكسر اللون، وكمان وردة بقى من الخيار. وتقدروا تقدموه بقى مع الرز او مكرونة او بطاطس.
زي ما تحبوا قدموه. تعالوا نشوف ازاي من جوه. واو، الكفر هايل جدا، واضح قوي ازاي الفراخ من جوه استوت حلو قوي. شايفين طبقات؟ شايفين الجمال؟ واو، حاجة بجد رائعة. ازاي الكفر كريسبي كده، وكمان الفراخ مستوية من جوه، ما اخدتش وقت خالص، ولا تلج ولا مية ساقعة ولا حاجات كده من الفضاء. بجد عملنا الستريبس بتاع كنتاكي في البيت، وإن شاء الله نعمل فيديو عن الريزو بالتشيكن كريسبي زي كنتاكي بالظبط. أتمنى يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيليس كيتشن. بالهنا والشفا. باي باي.